إطار الاحتفال بذكرى اليوم الوطني للشهيد، نظمت جمعية الرواسي للثقافة والفنون بمساهمة فوج العمري العيد للكشافة الإسلامية لبلدية عين كرشة، وجمعية النشاطات الثقافية لبلدية الحرملية، وجمعية الريحان، وتحت إشراف رئيس بلدية عين كرشة سهرة أدبية يحضرها كوكبة من الشعراء والفنانين والأساتذة. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، باسمي وباسم المجلس الشعبي البلدي لبلدية عين كرشة نرحب بجميع الضيوف اللي جاوا لنا اليوم بلدية عين كرشة بمقر الكشافة، مقر الشهيد عميد العيد، اليوم في هذه الأمسية الشعرية احتفاء بيوم 18 فبراير يوم الشهيد. إن شاء الله تكون أمسية طيبة، ومرحبا مرة ثانية بجميع الضيوف المشاركين في هذه الأمسية. بارك الله فيكم. شكرا. سعيدة أني أستضاف في جمعية الرواسي للثقافة، هذه الجمعية التي لا تزال مثابرة على إثبات الفعل الثقافي في ولاية البواقي. اليوم نحن متواجدون في بلدية عين كرشة، المدينة التي لم أزورها وتمنيت أن أكون فيها، فجاء المجيء عن طريق الأدب والكلمة. نحن سنعيش إن شاء الله في هذه الخيمة الجميلة لحظات الفرح، لحظات الحب، ولحظات لتذكر شهدائنا بمناسبة يوم الشهيد. هذه المناسبة العزيزة علينا، نأمل أن نكون قد وفقنا في المجيء إلى هنا. وشكرا مرة أخرى إلى أناس عين كرشة وكرامية. جمعية الرواسي إطارات ومخالطين هذه المناسبة الطيبة التي ترتبط أساسا بمناسبة 18 من هذا الشهر فبراير يوم الشهيد. هكذا هي الرواسي دائما ترسو بقلمها وبحرفها حتى تعم الفائدة وتخلق للجو ثقافة، وتكون دائما حاضرة بقوة. فالرواسي أعتبرها مؤسسة من المؤسسات الثقافية التي تضاف إلى باقي المؤسسات الرسمية التابعة للدولة. فتحية جميلة للرواسي، خاصة رئيسها الأستاذ عمر باقش. بمناسبة نشاط إحياء الأمسية الأدبية بإحياء لذكرى اليوم الشهيد، ارتأى فوج الشهيد عميد العيد وجمعية الرواسي وجمعية الريحان والجمعية الثقافية الحرملية وتحت إشراف رئيس الشعبي البلدي بهذه التظاهرة لتكون عرسا إن شاء الله ثقافي لبلدية عين كرشة بهذه المناسبة. باسمي وباسم المجلس الشعبي البلدي لبلدية عين كرشة نرحب بجميع الضيوف في بيتكم. كما استفاد الحضور من كلمتين قيمتين لكل من الأستاذين صالح بنقرون ومراد نجار. وبدينه نهتدي، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مع نفحات هذا الشهر الكريم شهر شعبان، وبمناسبة 18 فبراير اليوم الوطني الشهيد، فالقادة عمر البلاجي وفاتح بريزة ومن وراء من خلالهما كل إطارات هاتين الجمعيتين. وقد أتعب الجمهور تلك الوصلات الموسيقية التي أداها كل من الفنانين علي قسوم وعبد الرزاق حجيجي.
أما فيما يخص المشاركة الإبداعية فقد استهلت بقراءة شعرية ممتعة للشاعرة عقيلة زلاني من ولاية عنابة، ثم تلاها كوكبة من الشعراء. علا تبدي السرود، تضمخت الشموخ غداة فجر وقد حاك الفناء، ولي روعة في الفراق وجه تم تكريم المشاركين واختتام السهرة الأدبية.